الاكل بتاعنا النهارده هو سمك ورز صياديه وكزبريه من الاخر، يعني هتاكلوها بصوا، يعني هتدمنوها كده بمعنى اصح. والرز الصياديه بطريقه تحفه وجميله. والسمك زي ما انتم شايفين كده، شرايح الليمون كده والجزر، واذا كان خضره عندك والكزبريه. طبعا عشان تعرفوا عملناها ازاي تابعوا الفيديو. حبايبي لسه ما اشتركوش في القناه، يا ريت تشتركوا في القناه. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي، ولايك الجميل منكم اللي بيرفع فيديو على اليوتيوب. يلا بينا نشوف الطريقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وعافيه. عندنا سمك كده جميل جدا. سمك طازه وبلدي. عندي هنا، تعرفي السمكه ازاي ان هي صبحه؟ شايفين العين دي لازم تكون سودة وبارزه كده لقدام، ده تعرفوا على طول ان هي صبحه. لكن لو مبططه ولونها رمادي تبقى دي بايته، وتبقى اللحمه بتاعتها مسخه ومش حلوه. طبعا ده سر من اسرار السمك. كانت واحده بتقول لي قبل كده، جت تحط لي سمك فحطت لي واحده بايته، قلت لها لا شيلي دي بايته. قالت لي لا ده صبحه، قلت لها ليه ده بايته. راحت قالت لي طب انت عرفتي ازاي؟ قلت لها هزيت لي ديلها. يعني عرفتها من عينيها على طول ان هي صبحه او بايته. طبعا السمك غني بالكالسيوم وحلو جدا في اكله، خصوصا لما تعملي شويه كزبريه كده وشويه رز معاه تبقى تحفه. عندي هنا جهزت السمك. عندي 2 كيلو من السمك. ده حجم متوسط حلو كده. عندي طبعا مجهزه توم مفروم، وطبعا التوم كده في اوانه جميل جدا وابيض كده وحلو. وعندي كمون، روح السمك هو الكمون، وكزبره ناشفه، وعندي جنزبيل بودر. هبدا احط التوابل دي. طبعا انا الملح، انا طحنه الثوم مع ملح، يعني انا مش محتاجه ان انا احط ملح. طبعا عينك سر في حته الملح دي، لازم انت تظبطي الدنيا مع الملح. كده اهو. هبدا بقى ان انا اجيب السمكيه بتاعتي. ادي كده الثوم والكمون والتوابل بتخلي السمكه كده طعمها تحفه، مفيش بعد كده. طبعا الحاجات الخضرة دي انا كنت جايبه العروش بتاع الثوم وهو اخضر، فطحنتها وحطيتها في الفريزر. طبعا بتبل بيها تتبيله اوليه كده، وبعد كده غسلته اهو بالشكل ده. اهو شايفين ادي العروش الخضراء بتاع الثوم. طبعا بتدي طعم كده حلو خالص، وتشيل اي زفاره. اي زفاره عندك تشيلها على طول الحاجات بتاع الثوم. ادي كده اهو بالشكل ده. هتبلهم بقى واسيبهم. احسن حاجه تسيب السمك يتبل كده مش اقل من ساعتين، زي الفراخ وزي اللحمه كده. لما بتسيبيهم في التتبيله بيتشربوا، بيبقى طعمهم كده جميل جدا اهو. كده يعتبر خلصت اصفي بس الميه. بكده نكون خلصنا تتبيله السمك. والثوم اللي فاضل ده هنعمل بيه ايه؟ ده طبعا هحتاجه للرز الصياديه، بعمله بطريقه مامتي جميله جدا جدا، وهتعشقوها وتدمنوها. طبعا هسيبها تتبل، اسيبهم كده شويه، وبعد كده هنعملهم. ادي جهزت السمك بتاع التبل، جهزت طماطم خلطتها في الخلاط، وعندي رز، وعندي جهزت بصل. وطبعا التوابل بتاعتي اللي هتتحط على دقيق، والتوابل بتاعتي الكاري والملح والكزبره وشويه توابل كده. هبدا ان انا انزل بيهم كده على، طبعا الملح مش كتير عشان انا متبله السمك ورش عليه شويه ملح. هبدا بقى ان انا هقلب. طبعا الكركم بيدي لون حلو وجميل. طبعا ناني واقفه جنبي اهو بالشكل ده. طبعا الرز محتاج اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو الثوم الباقي ده. طبعا تابعوا كل التفاصيل عشان نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه طبعا حطيت ميه على حطيت زيت على البوتاجاز في الطاسه. انا بقلي في طاسه صغيره بحيث ان هي ما تاخدش كتير زيت ومنهدرش الحاجه. هنا طبعا ده عصير ليمون على ميه على ملح على كزبره ناشفه. هنشوف هنعمل ازاي. اجيب السمك كده بسم الله الرحمن الرحيم، تتبله كويس بالدقيق. وهبدأ طبعا عشان ما يشربش زيت ويبقى كده راخي السمك، هنزل بيه في المية قبل
ما احطه في الزيت بتاعي. اهو بالشكل ده كده السمك كده تمام. يلا بينا على البوتاجاز. ادي الزيت، شوفوا كده اختاروه، لا تمام جدا. طبعا هبدأ بسم الله انزل كده يا دوب، وهنزل بالسمكية بتاعتي في الزيت على طول دلوقتي. ادي اهو السمك بتاعنا، طبعا هقليه. والزيت انا مزوده الزيت عشان هشتغل بيه، طبعا هعمل بيه الكزبريه بتاعتي والرز الصياديه. هقلي كميه السمك ونرجع مع بعض نعمل التسبيكه بتاع الرز بتاعي، بس بعد ما اقلي كده كام سمكه عشان الزيت يكون واخد طعم السمك. اللي شايفين السمك تحفه، والريحه ما اقولكوش عشان السمك طازه يعني. هبدا اخد بقى شويه زيت واحطهم ابتدي اشتغل بيهم الرز الصياديه والفلفل. ادي الزيت اللي خدته من السمك. هبدا انزل بالبصل بتاعي، طبعا البصل الخضر، وانزل بالطماطم على طول. هذا البصل بتاع الرز الصياديه والكزبريه، هنزل بيها بالصلصه بتاعتي اخليها تتسبك، واخد شويه منها كده احطها للايه دي نص معلقه سكر والتوابل بتاعتي والملح، نص يعني جزء من الصلصه دي اخليها للرز، والجزء التاني هنعمل كزبره. هقطع الكزبره وارجع لها. ادي الكزبره قطعتها في الحله اللي هعمل فيها. طبعا هاخد جزء من التسبيكه واحطها على الكزبره واسيبها على البوتاجاز بقى مع شويه زيت من بتاع السمك. وادي الرز بتاعي طبعا اللي هحط عليه التومه. ادي فايده التومه ايه، بتخلي الطعم جنان. يعني بصوا بقى هبدا ان انا اعمل ايه، امزج التوم مع الرز كله عشان احطه في الصينيه، وازود طبعا ميه واحطها الصينيه في الفرن لغايه ما تستوي وارجع لكم كده تمام. احط بقى الصلصه هنا واحط الرز في الصينيه وازود الميه واحطها في الفرن على طول. ارجع لكم لما اخلص. وادي السمك بتاعنا والرز الصياديه، وهجيب الكزبريه نسيتها خالص اهو. طبعا هبدا الحله، هبدا ان انا اغرف طبعا وايه، وتبقى وتشوفوهم كلهم مع بعض. لا يا عم، لا يا عم. وادي الرز الصياديه والسمك، وطبعا حطيت الكزبريه الجميله الرائعه في بوله. طبعا يا ريت الطريقه تعجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، مع السلامه.